حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى اشتريت ولا. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو آخر فهو أحق بشرطهم. إن بدا بالطلاق نمتو كهي كايو جمره بأن قال أنت طالق إن دخلت الدار تقاوبوا دانسه إن دخلت الدار فأنت طالق يجي فهو حق بشروطي شرطي ساتي سماها يوم من ورخنا سن أتي خمت جيل أما ثم نسو سنان خمت كنتلتي. حدثنا محمد بن عرارة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي نقادي أفهم بورة وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستأمر الرجل على صوم أخيه ونهى عن النجش وعن التسريفة. تابعه معاذ. تابعه محمد جلا محمد بن عرارة وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج من هال نهى جلسان شفتنو. باب الشروط مع الناس بالقول جتان شرطي قولوا. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبره قال أخبرني علي بن يوسف بن وهب بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إن لي عند ابن عباس إن عند عبد الله بن عباس لما سبر يجرو قال عبد الله بن عباس جاء حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. دوب رسول ربي موسى رسول ربي تيجي فذكر الحديث وبين دبت حديثا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا فتدفى بإخاتي خلفجي. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه فقرأها ابن عباس أمامه ملك. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام قبرات كان كيسة شرطي تاتي. حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام رقية فعينني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي. فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاه الله يحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح أهل خيبر عبد الله المرقم قال لا دربني ميلار كور رئيسني. قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل يود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعودي عليه من الليل فودعت يداه ورجلاه وليس لك هناك عدو غيرهم هم عدونا وطومتنا وقد رأيت جلاهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحكيك فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أكرمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال واشترط ذلك لنا. فقال عمر أذننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة. فقال كان ذلك وزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاه عمر وآتاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أكتاب وإهباد وغير ذلك. رواه حديث أبو حسان سن حماد بن سلامة عن عبيد الله آسبه
إسات الراقر يجيك أمات أبو خسانيس أجمل دمني ولد عبد الله الممرتي أحسبه اختصره مرجعه أحمد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع أكسي أحسبه أين يخجو محمد جا قال محمد جخدا أحسبه درت محمد كجي أحسبه شيخ عبيد الله ننسى عن نافع عن ابن عمر نافع جخدا مس نافع راو ديسن سياجت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره نجبابس أينو أما كوني حديث أبو خسان سنجنان باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط شرط اللي كتبوا حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن زبير عن مسعود بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعد الطريق أما كان مكرر جاهن مكر ينقد تجدير كلام سنيتي وأمبرات تدون كبو ولم يكرر بسم الله الرحمن الرحيم وانوا بين وبين البيت وقالوا كيد عن الزوري خربوا ذات كشون قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتينون لا خمكر تيجت خلاله قال الزوري وبلغنا أنه نبيين لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على مناجر من أزواجهم قسم قرته؟ قريه وقال وكيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن لا خلال تيت وبلغنا قال الزهري وتجتيس وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على مناجر ربي نقما آيا بوسي نفقا إسام بيرساني خقوداني خنن وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر نخاغا فكافر ماتي بير خيسن قبتنا جي أن عمر طلق امرأتين بير لميخي قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول جزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جامي فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء كفار قمد دي أن يقروا أقرروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم بأداء قلتو تقاو خنو ومسلمين باسي على أزواجهم بيرساني رت بيرك تفسر وان باسا كافر خنو قمد دي أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ولعقب ما يؤدي المسلمون ومسلمين خنو جيتو إلى من هاجرت امرأته من المهرية ومسلمين خنو مهريرا إلى من هاجرت امرأته قرن مجارتين سادرا ديمته من الكفار كفار الراجج فأمر أن يعطى من ذهب من ذهب له زوج من المسلمين فأمر الله ربي إني أجيجي جتاكتم الله خطبي أن يعطى خنو لتجيجي من ذهب له زوج من ذهب عنه زوج نما يسدرا ديمته فيس جارتين من المسلمين مسلم الراتي ما أنفق من صداق إلى الكفار كتب الدمس دم خابرا نما جارتين درا ديمته فيس ما أنفق من صداق نساء الكفار وان إني خنه ماري دلا كافرا را اللائي هاجرنا إسين سنو تنقود أنت إسين إسلامني خناف جيجي نما جارتين درا خط سنيف وما نعلم دوبا وان بين جراوين أن أحدا من المهاجرات نما توكو مهاجرات دلا راختيتو ارتدت بعد إيمانها وان بين جي وبلغنا قال الزوري يجغت زوري لما سكجي وبلغنا نجي أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مؤمنا حالة أماناتين حالة قداناتين في المدة غافا سولي والغرا سن كيسا
فكتب الأخنس بن شريك أخنس بن شريك كتبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بصير أبا بصير كان نادي بسجيني فذكر الحديث أكست نبي جرى لميني كنه وصو خرا يعني خبكتك ولين قتتاني سيبي والقرسساني سيبي الرابوني تكون أكسي الجيس باب الشروط في القرض فذكر الحديث إلى آخره يقول فذكر الراوي برغدا راوي نديس أنقد وما تكسد دبته أنقو مخانا مطالعة رخانا دي رخانا وجل إنه نمري بابيته حسابان أمه